السلام الله عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة المستجدة من القناة ديالكم منصة التحليل. إذن إخواني أخواتي، دائما متابعة لآخر التطورات وآخر الأحداث. يوم أمس كان العالم يترقب هجمة أمريكية غير مسبوقة بعد التهديد ديال الرئيس ترامب لإيران بتدمير ديال الحضارة ديالها، إلا أنه ولحسن الحظ في آخر اللحظات تم الوصول إلى اتفاق من 10 بنود بطبيعة الحال من أجل التريث وإيقاف هذه الحرب لمدة أسبوعين. غيكون فيها مفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على 10 نقاط. غادي نشوفوا أيضا إخواني أخواتي في هذه الحلقة الرد ديال اللاعب المغربي حكيم زياش على وزير الحرب الإسرائيلي بن غفير، اللي كان هدو بطبيعة الحال بالاسم ديالو ورد عليه وقال بأنه لا يخشى الصهيونية. إذن هذا الموضوعين الإخوة الأخوات نحاولوا نتطرقوا لهم بكل تفصيل في هذه الحلقة. المرجو منكم إخواني أخواتي دائما الدعم ديالنا بالاشتراك في القناة، هذه فرصة بالنسبة للإخوان اللي مازال ما شاركوش معنا، الضغط على زر الإعجاب باش يوصلكم أي جديد، وكذلك ما فيها بأس أنكم تشاركوا المحتوى ديالكم مع الأصدقاء باش ينتشر على أوسع نطاق. شكرا لكم وندوز مباشرة إلى التفاصيل. إذن الإخوة الأخوات، العالم بطبيعة الحال يوم أمس كان على شفا حفرة بطبيعة الحال من النار كما تيقولوا، ولكن لحسن الحظ تم الإيقاف ديال العمليات العسكرية لمدة أسبوعين ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن الإخوة الأخوات، نتوما شفتوا هاد الحرب التي تدور رحاها في الشرق الأوسط، التي تنذر بكارثة بطبيعة الحال على مجموعة من الدول ديال الخليج. فبعد بطبيعة الحال القطع ديال معبر هرمز، الشيء اللي أدى إلى ارتفاع صاروخي لأسعار النفط والبترول ومجموعة بطبيعة الحال من التداعيات التي تبعت هذه الحرب الإيرانية الأمريكية. لكن الحمد لله يوم أمس تم الوصول إلى اتفاق من 10 نقاط غادي يكون هو أساس للتفاوض ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فمن بين النقط وهي إيقاف ديال التخصيب ديال اليورانيوم وتشكيل لجنة اللي هي أمريكية باش تحل إلى إيران وتحيد لهم هذا اليورانيوم المخصب بطبيعة الحال. وكذلك هناك مجموعة من الشروط اللي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في وجه إيران بأنها ما تطورش أي قدرات باليستية لصواريخ باليستية، وكذلك ما ترجعش أنها تقوم بالتخصيب ديال اليورانيوم من أجل السلاح النووي. وهذا هو الأساس اللي كتكلم عليه أمريكا بالنسبة لإيران. وكذلك عدم الدعم ديال مختلف الميليشيات بمختلف الدول كحزب الله كالحوثيين وما إلى ذلك. في المقابل كان هناك بعض المنصات كتتكلم على أن إيران غادا تستفد من الرسوم ديال المرور ديال الشحنات ديال النفط في مضيق هرمز، توصل حتى ل $2 مليون للباخرة الواحدة بمناصفة مع سلطنة عمان. الشيء اللي غادي يعطيها مجموعة من المضاخين بطبيعة الحال السنوية اللي غادي تستعملها في إعادة الإعمار ديال المنشآت اللي تم التدمير ديالها من طرف بطبيعة الحال الجيش الأمريكي أو الحملات العسكرية الأمريكية. إذن هاد الأسبوعين أو هاد 15 يوما غادي يكونوا حاسمين في تحديد مسار ديال هاد الحرب بالشرق الأوسط، اللي هاد الحرب بطبيعة الحال كتأثر على العالم. وكان مجموعة من السيناتورات بأمريكا هدوا ترامب بالعزل ديالو وما إلى ذلك لأنه غيتسبب في حرب عالمية ثالثة. لكن احنا غادي نتبعوا هذا الموضوع بطبيعة الحال بكل تفصيل ونحاولوا أننا نزودكم بآخر المستجدات المتعلقة بهذه الحرب الإيرانية الأمريكية، اللي التداعيات ديالها ممكن أنها توصل إلى شتى بقاع العالم، خصوصا وأن دول الخليج وهي المزود الرئيسي للعالم بالغاز والنفط تم القصف ديالها من طرف بطبيعة الحال الإيرانيين، وبالتالي كانت هناك مجموعة من الكوارث على هذه المنطقة التي تعد منطقة استراتيجية بكل امتياز. غنشوفوا إخوة الأخوات في الموضوع الثاني، هذا الوزير بن غفير الوزير المتطرف الإسرائيلي اللي عطى مجموعة من التهديدات يوم أمس للاعب المغربي بالاسم ديالو زياش،
قال بأنه معادي للسامية وما إلى ذلك. فكان جليات خرج بشدوينة وقال بأنه هذا الحكم ديال الإعدام اللي أقروا الكنيسة من طبيعة الحال غادي يدي أرواح اللي هي بريئة من طبيعة الحال من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وهذا الموقف ديال اللاعب المغربي كان له صيت عالمي من طبيعة الحال في مختلف المنصات التواصل الاجتماعي، ما بين اللي شاد بهذا القرار وما بين اللي اعترض على هذا بطبيعة الحال التغريدة ديال الزياش. الحرب اللي كانت ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين اللي ما هي في النهاية إلا فقدان ديال الأرواح بطبيعة الحال، وهذا الفقدان ديال الأرواح فأي ديانة في العالم لا تقبله. وبالتالي فهذا القرار ديال الإعدام هو قرار خطير للغاية، غادي يمس بطبيعة الحال مجموعة من الحقوق ديال الإنسان وحقوق المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، وينذر بكارثة تم التطبيق ديالو. فإسرائيل غتولي عندها الحق بأنها تعدم الفلسطينيين بدم بارد كما كانت تدير في غزة. فهذه التغريدة بطبيعة الحال ديال الحكيم زياش كانت لها صدى واسع نظرا للشعبية التي يحظى بها هذا اللاعب الكبير المغربي. وهذا التهديد ديال هذا الإسرائيلي بطبيعة الحال من الغفير فهو في الأخير غير مقبول بتاتا أنه يهدد مواطن مغربي بعبارات ديال التصفية وما إلى ذلك. إذا حنا غنتابعوا بطبيعة الحال آخر التطورات المتعلقة بهذه الأخبار المحلية والعالمية. الإخوة الأخوات نتمنوا الإخوة الأخوات نتمنوا أن هذا المحتوى كان في المستوى المطلوب. دائما نذكركم بالضغط على زر الإعجاب باش ينتشر على مستوى النطاق. حاولوا تشاركوا معنا في القناة باش تكبر العائلة. شكرا لكم وإلى الحلقة القادمة بحول الله.